يوم صباح خرجت نقضي باش نوجد الفطور، لقيت السردين شري ترطل طيبته بلا صوص طوماط، جا بزاف بنين خير من السردين المعلب، مع كسره بالاعشاب والزيتون وان سوب بنينه وصحيه. نبدا بالكسره، قطعت فيها 3 حبات بصل وحبه فلفل احمر. البصل تقدروا ديروا هذاك المدور، وهذا الفوقاني تاع البصل ما نرميش، نغسلو نقطعو ونزيدو مع الشلاضه، نرحي كلش في الغوبو ونزيد الاعشاب. درت ربطه حشيش، نعناع، معدنوس، زدت شويه الشبت وتقدروا تزيدوا الفليو، نرحيه رقيق حتى يطلق الماء تاعو. ناخذ جفنه كبيره درت فيها 2 كيلات تاع السميد، واحده سميد رقيق وكيله سميد متوسط، نزيد الملح ونحرك، ومن بعد نزيد البصل اللي رحيته مع الفلفل الحمر والحشاوش وكميه تاع زيت الزيتون. الكيله اللي كيلت بها تجيبي 4.5 كيلو، شويه زيتون ونجمعها بشويه ماء، قيس برك ما تتجمع، نخليها ترتاح 15 دقيقه ونطيبها. تحبوا ديروا وحده ولا 2 كبار ولا ديروهم صغار كيما هنا تشكلوهم بالطابع ويطيبوا في طاجين سخون على نار متوسطه. نجوزوا للسردين بلا صوص طوماط، نقي السردين مليح من الداخل ونغسلو ونزيد نحيلو الشوك بهذه الطريقه، وفي كاسرونه ولا قدره ما تكونش غامقه نحط شويه زيت ونفرج فوقه كامل هذاك السردين. ندير 3 سنات ثوم، فلفل كحل، فلفل احمر، الكمون والملح. وكي نقولوا السردين ولا اي وصفه بلا صوص طوماط نقولوا لا صوص طوماط تاع ازدهار، تجي واجده في علب تاع الدجاج ولا اون كونسير. نفرغ منها كميه مع 2 شرائح تاع القارص الرند ونغطي عليه. نجوزوا لا سوب اللي درت فيها حبه بصل، بسباس، بطاطا، طوماطيش، 2 حبات زروديه، عود كرافس و2 سنات ثوم. ندير الماء والملح وكي طابو زدت لي زيبيس، فلفل كحل، فلفل احمر، الكركم، نرحي كلش وبصحتكم.